هعرفك في الحلقة دي نقطتين مهمين جدا. أول نقطة فيهم ليه كلنا لازم نهتم بالاستثمار في الذهب، خاصة الناس اللي بتسأل عن الاستثمار في الذهب على المدى القصير، وده بغض النظر عن ان الاستثمار في الذهب غلط ولا صح. فلو عايز تعرف رأيي في النقطة دي بالذات انا اتكلمت فيها في الحلقة اللي فاتت، ممكن ترجع لها. وعلشان انت مهتم بالاستثمار في الذهب على المدى القصير يبقى انت هتحتاج لتطبيق تعرف من عليه الاسعار اول باول ولحظة بلحظة. ودي النقطة التانية في حلقة النهاردة. جايب لك النهاردة تطبيق ممتاز هيساعدك ان انت تتعرف على الاسعار اول باول، وده طبعا بعد ما جربت اكتر من تطبيق لقيت منهم تطبيقات اللي بيكون مهنج واللي ما بيتابعش الاسعار اول باول واللي بيثبت الاسعار بتاعته. فبالتالي ده افضل تطبيق لقيته مناسب النهارده، وده هيساعدك ان انت تكون متابع الاسعار وكمان ما تنضحكش عليك لما تروح ان انت تشتري. فقبل ما ندخل على حلقة النهاردة، لو احنا من المحظوظين اللي حضرتك بتتفرج علينا دلوقتي، هنكون بصراحة محظوظين اكتر لو انت اشتركت معانا هنا على القناة. فالقناة هنا اظن ان هي من القنوات القليلة قوي اللي بتنشر لك كل اخبار التأمين وكمان اخبار البنوك، ودلوقتي دي الحلقة التانية في اسبوع واحد في نقل اخبار الذهب. فهسيب حضرتك اللي تحكم على التعب والمجهود اللي احنا بنبذله. وكمان بما انك هتدخل تبص على القناه بصه كده، فانا مجهز لك بلاي ليست جاهزه هتساعدك بشكل كبير جدا. فمش عايز اطول عليكم بقى اكتر من كده، خلونا ندخل على حلقه النهارده. انا وجدي داوود ودي قناتي زتونه التامين، خليك معايا. اهلا بيكم مره تانية. بما ان من جاور السعيد يسعد، فالذهب يعتبر من افضل الاصول الاستثماريه الحاليه ثباتا واستقرار، والاهم كمان انه ما بيتاثرش بالتقلبات الاقتصاديه والسياسيه والنقديه، وكمان ما بيتأثرش بالعوامل الخارجية زي ايه؟ زي التضخم، وده طبعا بيخليه ملاذ آمن للاستثمار خلال الأزمات الاقتصادية. يعني في أيام زي اللي احنا فيها دلوقتي هيكون هو الأكثر طلبا في الأصول الاستثمارية، وبالتالي هيؤدي لزيادة قيمته. ودلوقتي أكيد بيدور في ذهنك سؤال، وهو إن هل أقدر أستثمر في الذهب على المدى القصير؟ وده سؤال جميل جدا، وبالفعل هو ينفع، لكن لازم تكون حذر قوي، وده لأن تقلباته السعرية بتكون أكثر خطورة في الفترات القصيرة. يعني مش قبل سنة علشان تقدر تحكم عليه. وطبعا الناس الخبرة في عملية تنويع الاستثمار في الوقت ده بيقول لك ايه؟ ان احنا ما بنحطش البيض بتاعنا كله في سلة واحدة. ولو انت دلوقتي معاك فلوس ومش عارف تنوع الاستثمارات بتاعتك ازاي، خليني اقول لك بس قبل ما اقول لك برضو كلامي ده مش هيغنيك عن ان انت تتواصل مع شخص خبير ومحترف في مجال الاستثمار، لان الخبير الاستثماري المحترف هيساعدك ان انت تنوع محفظتك الاستثمارية. يعني اعتبر الحلقة دي وكلامي ده مجرد نور للمعلومة بتاعتك وانت عليك الباقي. طيب الاصول اللي انت تقدر تستثمر فيها زي ايه؟ اول حاجة وهي الاسهم، وده بيكون في شركات مختلفة وكمان في قطاعات مختلفة، من خلال ان انت بتشوف ايه الشركة اللي ارباحها مرتفعة، والاهم من كده كمان ان يكون عندها نمو استثماري ثابت لفترة طويلة فاتت، وما تكونش لسه الشركات دي كمان ناشئة جديدة. رقم 2 السندات، ودي ما برجحهاش الفترة دي لان ارباحها ثابتة. رقم 3 وهي العقارات. يا سلام لو انت اشتريت لك حتة ارض فاضية او محل او شقة في مكان حيوي وكمان عليه طلب. رقم 4 ودي عايزة حد محترف قوي وتقنين، وهي تجارة العملة. وطبعا في ناس هتفكرني ان انا بهزر دلوقتي، لا تعالى شوف الراجل ده، خد الراجل الجدع ده مثال ليك. ده واحد قاعد على بوابة السودان، اللي جاي من السودان بيبدل واللي طالع من مصر ورايح السودان بيبدل له. وطبعا في اصول كتير قوي تقدر ان انت تتكلم فيها في الاستثمار، لو اتكلمنا فيها هناخد وقت كبير قوي وعايزه حلقة لوحدها. فلو انت عايز نتكلم في الموضوع ده في حلقة منفردة لوحدها ممكن تقول لي تحت في التعليقات. خلونا بقى ندخل على الجزء الثاني من الحلقة واللي علشانه عملنا حلقة النهاردة، وهو تطبيق اسعار الذهب اللي انا جايبه لك النهارده. بس خليني كده افكرك تاني، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه بفكرك تاني، لو انت كنت مقدم وما سمعتش الكلمتين اللي فاتوا يا ريت تشترك في القناه. طيب في حاله ان الناس كلها دلوقتي بقت بتهتم بالاستثمار في الذهب على المدى القصير، احنا بنتكلم دلوقتي على مكسب بتاع يعني يوم واحد بس. تعالى ارجع كده لشهر فات، اول شهر 4، شهر ابريل اللي فات ده، كان الذهب فيه بحوالي 1800 جنيه. تعالى النهارده شوف الذهب ب 2650 وب 2700 في وقت تسجيل الحلقه، يعني مكسب حوالي 1000 جنيه. وده طبعا هيخليك ان انت طبعا تهتم بالاستثمار في الذهب وعلى المدى القصير كمان. وده هيحتاج لتطبيق النهارده اللي هننتقل للشاشه بتاعته دلوقتي ونشوفه مع بعض.
تطبيق النهارده ممتاز جدا وهيساعدك ان انت تحل مشكلة الاسعار، وهتعرف الاسعار اول باول. خاصة ان في تطبيقات تانية كتيرة انا جربتها زي ما قلت لكم من شوية. التطبيقات دي مش بتحدث، وكمان تلاقيها مهنجة، وده علشان عليها اقبال او حاجة زي كده. وكمان في تطبيقات مثبتة الاسعار بتاعتها من فترة طويلة فاتت، فمش متابع معاك تحديث الاسعار اول باول. فانت محتاج دلوقتي التطبيق ده، تطبيق مقدم من شركة تراست بالاسكندرية. اظن ان هي من اكبر شركات الذهب، لكن انا والله بجد انا ما اعرفهمش. ده للعلم، بس انا ما اعرفش اصحاب التطبيق ده، وده مش اعلان ليهم كمان، لكن هم يستاهلوا بجد ان انا نتكلم عنهم، خاصة لما انا جربت التطبيق ده من فترة كبيرة ولحد دلوقتي مكمل. والتحديث حتى وانا بتكلم معاك دلوقتي التحديث شغال اهو. التحديث بيحدث نفسه تقريبا كل دقيقة، فدي طبعا حاجة ممتازة وتحتسب له. فهعرفك دلوقتي اسم التطبيق، وكمان هو موجود على جوجل بلاي، تقدر تحمله مجاني بكل سهولة. واجهة البرنامج ده بسيطة جدا وسهلة. يعني لو احنا ملاحظين دلوقتي، اول حاجة طبعا، اول حاجة هنا ملفتة، وهي انه بيعرفك حالة السوق اول باول. هما ممكن بس يعني ايه دلوقتي، اكيد حالة السوق النهاردة يعني مش لذيذة، فهم كاتبين عاملين ايموشن يعني بيدل على كده. بيعرفك عيار الذهب ال 18 بكام لو انت ملاحظ، وعيار 21 في النص هنا، عيار 24. بيعرفك الاسعار اول باول. بيعرفك الدولار النهارده عامل كام في البنك، ملوش طبعا بالسوق السوداء، ملوش علاقة بيها. هم بيتكلموا دلوقتي عن الاسعار الرسمية. الجنيه الذهب النهاردة كسر ال21 ألف، يعني عامل واحد 21,248 اهو، قلب 249 واحنا بنتكلم. الأونصة عاملة 2046. فدي الأسعار اللي هي بتاعت الذهب. لو انت ملاحظ هنا، لو طلعت فوق شوية هتلاقي توقيت آخر تحديث للسعر، هتلاقيه بيقول لك 5/5 اللي هو النهاردة الساعة 10:17. لو بصينا في الساعة هنلاقيها 10:18. فدي حاجة جميلة جدا يعني. لو دخلنا على تاني حاجة، على فكرة هو في إعلانات، بس يعني التطبيق عليه إعلان، لكن هو مجاني كله، يعني التطبيق كله مجاني. لو جينا هنا هنلاقي ان العملات اللي هي العملات الذهبية كلها بتبدأ معايا من ربع جنيه لحد 5 جنيه ذهب. لو انت بصيت هنا، ادي الربع جنيه، ومعاك النص جنيه، ومعاك الجنيه الذهب، ومعاك ال5 جنيه الذهب. يعني وبرضو مع تحديث اخر سعر ليها. لو دخلنا هنا يعني بص، الواجهة بسيطة جميلة جدا، يعني هو ما فيهاش كلام كتير، ما فيهاش شغل كتير. حتى في كمان نقطة جميلة هندخل عليها دلوقتي، اللي هي دي بتحسب ازاي زكاة الذهب بتاعتك. فحاجة جميلة قوي. تخلينا هنا بس زي ما احنا. السبايك بقى، السبايك بتبدأ هنا من 1 جرام عندهم لحد ربع كيلو. متخيل؟ هنا عندهم من اول الجرام، وعندهم ال2.5، وعندهم ال5 جرام، وعندهم ال10 جرام، وعندهم ال20 جرام، وعندهم ال31، وعندهم ال50، وعندهم ال100، وعندهم الربع كيلو. تقدر ان انت توصل لهم. لو انا وصلت للبيج بتاعتهم او اي حاجة، او هم ليهم بيج اكيد، يعني هوصل لهم ان شاء الله، وهحط لك الرابط بتاعها في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف. بص على الاتنين ان شاء الله، هتلاقي وسائل التواصل بتاعتهم. طيب هنا حجم الزكاة. لو انت عايز تحسب الذهب، طبعا الزكاة بتاعته احنا بنحسبها على متوسط الذهب ال21. طيب لو انت قرأت هنا فوق بيقول لك تجب الزكاة على الذهب إذا بلغ النصاب. طب النصاب ده اللي هو قد إيه؟ 85 جرام عيار 21. طيب بتحسب الزكاة وتحويل أوزان ذهبك بعياراته المختلفة إلى وزن عيار 21. يعني بتوصلهم كلهم إن أنت تحسب على 21 في نهاية المطاف. طيب لو إحنا هنا جينا عملنا إن أنا عندي مثلا 80 جرام. طيب تعالى كده نحسب.
هيقول لك بعد تحويله الى عيار 21 اصبح الاجمالي 80 جرام وهو اقل من النصاب. هو هنا قال لك ان النصاب 85. طيب تعالى احسب، هيطلع لك النصاب بالظبط ال 85 اهو. بيقول لك ان بعد تحويله لعيار 21 اصبح الاجمالي 85 جرام، وبذلك وجبت الزكاة اذا مر عليه عام هجري كامل. تمام، يعني هنا لو عدى عليه عام هجري كامل قيمة الزكاة المستحقة 5601. تمام. ال 5600 جنيه دول هم الزكاة بتاعت الذهب بتاعك اللي انت بتستثمره او سايبه وعدى عليه سنة كاملة. يا رب يكون كده يعني التطبيق سهل. التطبيق تقدر تحمله بكل سهولة. يعني لو احنا خرجنا دلوقتي، هو ده واجهة التطبيق، ده شكل التطبيق اهو. لو احنا جينا دلوقتي على المتجر ودخلنا هنا وكتبنا سعر الذهب في مصر هنا اول حاجة، لان انا كنت عامل بحث عنه، هتقدر ان انت تحمله بكل سهولة وهيكون ينزل عندك وهو مجاني خالص. دي حلقة النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم، ويا ريت ما اكونش طولت عليكم كمان. انا عارف ان الناس طبعا ما عادش عندها خلق ان هي تسمع فيديوهات طويلة لمدة 8 دقايق و10 دقايق، وده سلاح كلنا انضربنا بيه، لكن مع الاسف الاكتر ان ما زلنا بننضرب ومكملين في الضرب. بس كده خلاص، انا كده خلصت. لو بقى لسه انت ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك. استودعكم الله، مع السلامة.